السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك كيجي رائع ولذيذ. ما فيش دقيق، يعني فقط بورق الفيلو كيجي رائع وزوين بزاف. المقادير ديالو في المتناول وسهل في التحضير ديالو. كنتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وفرجة ممتعة. على بركة الله، اول حاجة غادي نصايبوها هي العمارة باش غادي نعمرو ورقة الفيلو. اللي غيخصنا ليها جوج تفاحات كبار، قليل من العنب المجفف، وعندي هنا السكر والقليل من القرفة. في واحد الاناء غادي نديرو التفاح. هنا خديت جوج تفاحات كبار، قشرتهم قطعتهم مربعات صغيرة. غادي نضيف لهم جوج ملعقة كبار ديال السكر، نصف ملعقة من القرفة، والقليل من العنب المجفف اولا الزبيب اللي رقدته في الماء واحد نص ساعة. غادي نخلط هذا الخليط نحطو على جنب وندوزو المرحلة الثانية اللي غيخصنا فيها ورق الفيلو والقليل من الزبدة، القليل من الزيت، تقريبا 100 غرام ديال الزبدة مع واحد 4 المعالق كبار ديال زيت المائدة. وغادي نبداو ناخدو يعني ورقة الفيلو، ندهنو شوية بالزيت والزبدة ونديرو ورقة فوق ورقة، يعني غندير جوج طبقات على هاد الشكل. ما نكتروش يعني الزبدة والزيت، لان في الاخير قبل لا يدخلوا الفران فلازم يعني ندهنوهم عاوتاني. فنديرو غير واحد دهنة خفيفة، ونديرو واحد الطبقة من خليط التفاح والزبيب، ونحاولوا يعني نجمعوا هاد الورقة هذه من الجنيبات. ونحطوها في الطاوة، ونعاود ندير معاكم يعني واحد الشكل واحد اخر. غناخدو جوج ورقات ديال الفيلو، ندهنو بشويه الزبده والزيت، نديرو واحد الطبقه ديال خليط التفاح والزبيب، يعني غير شويه ما نكتروش، يعني غير الشو. انا هنا يعني استعملت يديا باش نتحكم في المقدار ديال التفاح. ونحاولوا يعني نجمعوها من الجنيبات على هذا الشكل هذا، يعني نتنيوها بحال هكا. ونعاودو نتنيوها يعني من الجنب الاخر، ونحطوها في الطاوه. يعني ضروري نحطوهم زادين، يعني ما نديروش الفراغ بيناتهم، لازم ما نزديوهم. هنا غندير معكم يعني وحده اخرى، غناخذوا جوج ورقات ندهنوا بشويه ديال الزبده والزيت، نرشوا واحد الطبقه ديال التفاح، ونجمعوا يعني الورقه من الجناب. انا هنا اغلبيه الا غندير هذا الكيك كنستعمل فيه ورقه الفيلو اللي كيكون شويه نشف ليا وخسر، كيما شفتوا كيتقطع شويه. فهذا كيكون الاستعمال ديالو يعني في الحلوى شويه تيعذب. فهذه الطريقه احسن يعني طريقه باش تستعملوه. صافي هنا كملت، كيجي على هذا الشكل هكا. يعني استفتو هنا وحده حدا الاخرى، ما خليش الفراغات بيناتهم. وغادي ندهن بداكشي اللي بقى ليا ديال الزبده والزيت. صافي غادي ندخلها الفران حتى تحمر مزيان ونخرجها. وندوزو المقادير الثاني اللي عندي فيهم الحليب، عندي القشده الطريه، عندي النشا، السكر، البيض، عندي خميره الحلويات، وعندي الفاني. المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف مضبوطين. في واحد الاناء غادي نديرو الحليب، السكر والقشده الطريه. غادي نديرو النشا وخميره الحلويات والبيض. غادي نخلطوا هاد الخليط هذا مزيان حتى يتجانس، ما يبقاوش حبيبات ديال النشا. في هاد الاثناء يعني غتكون الكيكه طابت مزيان وتحمرات، يعني ما نجبدوها حتى تحمر مزيان وطيب في الفران، يعني خاصنا نقابلوها باش ما تحرقش.
ومن بعد نخرجوها من الفران ونخويو فيها يعني هاد الخليط هذا اللي درنا دابا اللي خلطنا. يعني هنا خرجتها من الفرن باقا سخونه، ملي كتشوفي كيفاش كتجي دايره محمره مزيان وكتكون يعني طابت، خدات الوقت ديالها في الطياب. وغادي نجيب واحد المعلقه وغادي نبدا نصب فيها يعني هاد الخليط هذا شويه بشويه. ما خاصني يعني نخلي حتى شي بلاصه، لازم كل بلاصه يعني تشرب بهاد الخليط هذا. يعني غنستمر انا حتى نكمل، ومن بعد غادي ندخلها للفران. غادي نقص عليها يعني الى اقصى درجه، وغادي نخليها طيب على خاطرها من التحت، من بعد نشعل عليها من الفوق حتى تحمر، وغادي نخرجها من الفران وغتكون على هذا الشكل هكا. يعني هنا طابت وتحمرت. هنايا حطيتها في الطبق ديال التقديم، كتجي على هذا الشكل هذا، وغادي نخليها حتى تبرد مزيان. ومن بعد يعني غادي نغبرها بالسكر كلاصي. هاد الكيك كيجي رائع ولذيذ، كيجي هشيش بزاف وزوين. انا كنفضل يعني نديرو في الطاوه شويه تكون كبيره، باش القطعه يعني اللي غادي نقطع ما تجيش يعني ما يجيش الحجم ديالها كبير، فكتجي يعني رقيقه. كتعجبني تجي بحال هكا رقيقه، كتجي زوينه بزاف رائعه صدقوني. انايا رشيتها بالسكر كلاصي. الا بغيتو دهنوها بالعسل ممكن، ولكن انا كنفضل نرشها غير بشويه ديال السكر كلاصي، لان الحلاوه اللي فيها لداخل يعني هي هذيك. الا زدت السكر كلاصي كتولي شويه حلوه بزاف، وكتجي على هذا الشكل. كتجي غزاله، المنظر ديالها كيجي زوين بزاف، والمذاق ديالها كيجي رائع. هنا غادي نقطع يعني واحد القطعه باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. يعني من الفوق كتجي كتقرمش، كتجي مقرمشه وزوينه. من الداخل يعني كتجي فيها واحد الطبقه بحال الفلون، كتجي رائعه. كنتمنى يعني تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. كتشوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف. هذاك التفاح يعني كيجي معلق، كيجي طيب مزيان ومعسل، كيجي غزال. داك المذاق ديال القرفه كيعطيها واحد اللذه، واحد الريحه زوينه بزاف كتكون فيها. فكنتمنى يعني تجربوها. وكتبقى يعني كيكه بسيطه وسهله. كتجي هشيشه بزاف وزوينه، يعني عطوها الخاطر باش الطبقه الثانيه اللي درنا الطيب يعني على خاطرها ما كتشدش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد العشرة ديال الدقائق. التحضير ديالها يعني سريع بزاف، يعني واحد الساعه ديال المكانه كتكون يعني وجدات، وكتجي لذيذه بزاف وزوينه. وكنديرها انا يعني بزاف ديال الطرق، فهذه طريقه من الطرق، وان شاء الله غادي ندير معكم يعني طرق اخرين باش تشوفوا يعني التحضير ديالها كيفاش تيكون. كتشوفوا من الداخل كيفاش كتجي دايره مورقه وزوينه. كنتمنى يعني هاد الكيك اللي درت معكم اليوم يكون عجبكم، وكنتمنى الى عجبكم شجعوني، ديروا لايك، ديروا ابوني، يعني بارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم، مع احبابكم، مع الناس اللي كتعرفوا. شكرا لكم على المشاهده، والى وصفه قادمه ان شاء الله.